بسم الله الرحمن الرحيم. أولا بس عايزين نقف عند نقطة معينة، وهي كلمة السيد رئيس الجمهورية في دبي من يومين. يخصنا فيها في الكلمة دي العلاقات المصرية ما بين مصر والأشقاء، اللي شابها بعض اللغط اللي تم من مش لغط رسمي ولا لغط شعب، بالمناسبة لغط لأصحاب الفتن. اللغط ده طعن في صلب العلاقات المصرية السعودية والعلاقات المصرية الإماراتية تحديدا. ما سرده السيد رئيس الجمهورية رؤية سيادته كانت قاطعة لأي شك يتم فيه أو تداول إشاعات بمعنى أن مصر هي العمق الاستراتيجي لدول مجلس التعاون الخليجي، والخليج هو العمق الاستراتيجي لمصر حقيقة. تعالوا قبل ما ندخل في التفصيل ده، تعالوا نسرد حكايتين ثلاثة كده. من أيام الملك المؤسس طيب الله ثراه الملك عبد العزيز. الملك عبد العزيز من سنة 53 لم يقم بأي زيارة خارج الجزيرة العربية إلا لمصر، وقعد فيها أسبوعين، وقال وهو لما رجع ووصى أولاده أولاد المؤسس اقفوا مع مصر، إذ مصر وقفت وقفنا معها، وإذ مصر انهارت انهرنا معها. في عز المقاطعة العربية بعد اتفاقية كامب ديفيد اللي عملها الرئيس السادات، لم تنقطع الاتصالات المصرية السعودية. وكان سيدي خادم الحرمين الشريفين المغفور له الملك فهد بن عبد العزيز كان وزير الداخلية، وكان بيروح يزور السادات في اسكندرية. العلاقات المصرية السعودية علاقات استراتيجية، ما حدش يقدر ينكر إلا أصحاب العقول الضعيفة. الإمارات ما فيش حاكم في الخليج آمن بالقومية العربية وبعروبة الإمارات وبعروبة مصر وبعروبة الخليج زي ما فعل الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه. القرار كان يأتي الرياض، دبي، القاهرة، والعلاقات أقوى من أي شيء. كلمة السيد رئيس الجمهورية أعطى الدرس مفاده لا تنسوا الفضل بينكم. تحية لكل دولة ظلت على عهدها مع مصر. وطلع الموضوع من حكاية معونات، الموضوع أكبر من معونات، وإن إحنا دايرين نتسول والكلام الفاضي ده. العلاقات بين الدول لا تقاس كده، استراتيجية العلاقات لا تقاس كده، إن إحنا دايرين نتسول لا إحنا مش دايرين نتسول. على ممر التاريخ ياما دول ساعدت بعض، وهل لما كان الخليج بيمر بأزمة ألم كان يجد إلا مصر؟ ومصر لما كانت تبقى في أزمة ما كانش يجد إلا الخليج. في حرب الخليج، في عز أزمة عبد الناصر والملك فيصل، قال له في قمة الخرطوم: يا ناصر مصر تأمر لا تطلب. رحم الله الجميع. هنيجي احنا على السوشيال ميديا نبوظ. كلمة السيد الرئيس وضعت حد ووضعت نهاية للإشاعات السخيفة. حمى الله مصر،
حمى الله المملكة العربية السعودية، حمى الله دولة الإمارات. الموضوع الثاني، كان في ندوة في مركز شباب جرف سرحان، في مركز الشباب. الندوة دي تحت رعاية السيد رئيس مجلس الإدارة السيد رضا عبد الدايم. الندوة دي كانت عن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وإيجابياته وسلبياته على المجتمع، وحضرت فيها الدكتورة هند مكرم عبد الحافظ. شاهدت مشاركة مجتمعية جميلة جدا والحمد لله، والندوة طلعت بخير وطلعت يعني توصيات، وطلعت بدراسة علمية كويسة وفي نشاط. على الناحية الثانية بالضبط، يعني من ضمن نشاطات الأستاذ محمد عيد عبد الجواد عضو مجلس النواب، الله يبارك له، الله يسعده يا رب، الله ما يشوفه يوم وحش في حياته يا رب، ويخليه لنا ويحفظه لنا. الأستاذ محمد عيد عبد الجواد منزل إعلان عن قبول اللي عايز يروح يتطوع في الجيش مع ضباط صف المعلمين، عضو مجلس النواب. الأستاذ رضا عبد الدايم بيعمل ندوة علمية تثقيفية مجتمعية جماهيرية عن مواقع التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المجتمع، والأستاذ محمد عيد عبد الجواد عضو مجلس النواب بينزل إن كنتوا عايزين تتطوعوا في الجيش روحوا تطوعوا في الجيش، أو بيفتح من ضمن نشاط الأسبوع كان ده، وفتح كم مسجد في عواجة والبلاد المجاورة. أنا مش هتكلم ولا أزيد في الموضوع، بس ربنا يحميه لنا الأستاذ محمد عيد ويحفظوه لنا يا رب، وفعلا إحنا عندنا نواب نستحقهم. النقطة الثالثة، مصر عندها رؤية استراتيجية كويس والله بجد، وعندها عارفة هي رايحة فين حتى في علاقاتها الخارجية وتحركاتها. وفي حاجة تاني، في مشهدين مختلفين. أكتر جالية منضبطة هنا في المملكة العربية السعودية، منضبطة في التعليمات وفي الأوامر وفي الأوامر المستدامة وفي تجديد الإقامات وفي الرخص وفي كل حاجة، الجالية المصرية والله العظيم ثلاثة. النهارده شفت حلقة في عربية أكل معمولة في الولايات المتحدة الأمريكية، أصحابها مصريين. كمية النظافة والجمال اللي في العربية، والأكل مقدم كأنه فندق 5 ستار. طيب ليه الانضباط ده ما بيتنجلش لينا في مصر؟ المصيبة في اللي أنا هقول لكم عليها دي. النظام هنا سيستم، خدت المخالفة بتروح تدفعها، صورتك الكاميرا ما بتروحش للبيه المأمور ولا للسيد الضابط ولا لمحمد بيه ولا لعلي بيه ولا لزرزور بيه ولا لأحمد بيه ولا مش عارف لمين بيه. هم دول سبب خراب البلد، البهوات الجدد دول هم سبب الخراب. هنا تاخد المخالفة تروح على الصرافة تدفع مخالفتك والسلام عليكم، تقعد تتحسر فيها، واخد لي بالك، اسبوع. طيب احنا عندنا ناخد المخالفة نروح مش عارف لفلان بيه وسيف بيه وعالي بيه وكرامي بيه وزرزور بيه وخليل بيه وفتحي بيه. ليه يا عمي؟ عشان يشيلوا لنا المخالفة. طيب انت خلافت. الجماعة البهوات دول مع محسوبية أعضاء مجلس النواب سبب إفساد رؤية الدولة المصرية للانضباط في الشارع المصري. ده في ناس ما بتعرفش السوق بتطلع رخصة. والله في ضابط موجود يكلم لك حد تروح تطلع الرخصة. سبب انهيار العقلية المصرية
داخل مصر ان السيستم مش مستقيم. السيستم مش مستقيم خالص نهائي. شوية نظام وابعد عننا البهوات، وقلل التعامل مع موظفين الدولة، وخلي الموضوع سيستم، وخلي الموضوع على الانترنت. اللي ياخد مخالفة يروح، مش لازم نروح النيابة وتأشيرة من السيد البيه ومش عارف من السيد مين والسيد مين. يا عم لا، خدت مخالفة روح ادفعها في أقرب وحدة صرافة ATM بس. لا تقابل موظف ولا موظف يقابلك زي ما بيحصل هنا. مش هما تقابل موظف، خدت المخالفه خلاص تجدد الرخصه من على التليفون، تبيع العربيه من على التليفون. انت عندنا في مصر عشان تبيع عربيه طلب تاشيره للسيد رئيس الوحده، وبعد كده تروح تكلم حمدي بيه علي بيه، يكلموا لك حد من مش عارف من مين عشان تطلع شهاده بيانات، وبعدين ترجع يقول لك لا روح كلم سوري بيه او فتحي بيه او كرامي بيه، خليهم مش عارف يعملوا لك ايه. ليه 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 ليه؟ النظام ونقضي على البهوات الجدد دول. بهوات ما لهمش لازمه، والله العظيم 3 ما لهم لازمه، وبياخدوا ذنوب. واعتقد مجلس النواب يعني بقى ما انتوا دايرين تفتحوا مساجد ودايرين تفتحوا مش عارف ايه ودايرين تعملوا اعلانات عن القبول بمعهد ضباط الصف المعلمين. انت ليك شغلانه اكبر من كده. الدستور نفسه قال لك انت ليك شغلانه اكبر من كده. حمى الله مصر، حمى الله الجيش، وفق الله القيادة السياسية المصرية على ابتزاز البهوات الجدد، رمز فساد الدولة المصرية. البهوات الجدد دول صغار الموظفين وصغار الرتب الصغيرة دي. خلي الحق، خلي القانون ياخد مجراه. بلاش قعدة العرب وقعدة الانجليز وقعدة الفرنسويين. اللي يخالف يدفع ثمن مخالفته، اللي يعرف يسوق يستخرج رخصته، اللي معاه حق ياخده من الدولة المصرية بدون تدخل من صلاح بيه وعلي بيه وفتحي بيه وكرامي بيه. طب اللي ما يعرفش البهوات دول يتاكل، هو احساسه كده. حمى الله مصر، حمى الله الجيش، والسلام عليكم ورحمة الله.